ازيكم يا حبايبي؟ فيديو النهارده هنعمل مع بعض احلى ايس كريم بطعم المانجا. كل سنه وانتم طيبين. المانجا دي انا كنت مخزناها من السنه اللي فاتت والجديده طلعت، فقلت لها تعالي يا حلوه بقى بدل ما مده صلاحيتك تخلص في الفريزر اما اعملك ايس كريم يطر على القلب كده. احنا طبعا عارفين الايام دي الجو نار، يعني الجو محدش يستحمله بصراحه. اللهم صل على النبي. شفتوا الجمال طالع عامل ازاي؟ صلوا على النبي كده. ولو اول مره بتشوفوا قناتي ما تنسيش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني، وما تنسوش اللايك يا احلى متابعين، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو عندي. خلي قناتي تتشاف وتكبر كده بيكم ان شاء الله. تعالي ما اقولك بقى، لو عندك منجيتين ومحيرينك كده ازاي تفرحي ولادك، بيبقى احلى من العصير. تملي الاطفال بيحبوا الايس كريم. انا طلعت، انت عندك منجيتين اعملوه، عندك 4 اعملوه. انا طلعت 6 منجيات من عندي. دي متلجه، دي مخزناها من السنه اللي فاتت. الايس كريم عشان يتعمل لازم تكون المانجا معاكي متلجه. كل ما كانت مجمده هتديكي قوام كريمي احلى. يعني ما ينفعش تجيبيها صبحه كده ومن السوق، اما بتكون صبحه لسه تقشريها وتعمليها. لازم تكون متلجه معاكي. حتى لو جايباها صبحه من السوق حطها في الفريزر تجمد معاكي، وبعدين قشريها قطعيها لقطع كده وافرميها في الخلاط او في الكب. انا مطلعاها مجمده اصلا، هي اصلا متخزنه مجمده وبقشرها وهي مجمده. البت بوسي بنتي كل ما اقشر منجايه واقفالي كده اقطع لها منها قطع وتاخدها وتاكلها. كل ما اقشر منجايه على نفس النظام. بوسي دي بتبوظ لي تملي كل الفيديوهات اللي انا بعملها، استحملوها بقى. اللهم صل على النبي. المانجا دي يعني انا جايباها هي سكر اصلا، يعني الايس كريم انا مش هحط فيه سكر كتير. المانجا اصلا بتاعتنا مسكره. كل ما اقطع منجايه الاقي بوسي واقفال قدها حته. كل ما اقطع منجايه الاقي بوسي واقفال. اللهم صل على النبي. المانجا دي كانت جميله، السنه اللي فاتت كنت جايباها كانت جميله قوي. شفتهم؟ عشان مانجا مجمده بنقطعها لشرايح، لا بتتفعص في ايدينا ولا الكلام ده خالص. يعني حلاوتها كمان انها مجمده، بنيجي نقطعها لشرايح عشان نفرمها في الخلاط او في الكبه، ما بتتفعصش في ايدينا. المانجا دي تحفه، يعني السنه اللي فاتت كانت مسكره قوي. انت بقى عايزه تعملي منجيتين انت وراحتك. انا عملت 6 منجيات، انا لقيت عندي يعني في الفريزر، قلت اما اجيب 6 واعملهم. والعيال تملي يعني كل الاطفال بيحبوا الايس كريم والحاجات اللي زي كده، بيحبوا الحاجات دي عن العصير كمان. قطعناهم شرايح مع بعض اهون وهنفرمهم بقى في الكب. عايزه تعمليهم في الخلاط اعمليهم، بس انا قلت الكبه يعني بتبقى اشد من الخلاط شويه، هتاخد كميه اكبر وهتفرمهم فرمه كويس. فرمتهم، شفتوا طالعه معانا كريم ازاي وجميله. ده كمان كانت ساحت كمان من الفرم، يعني لو مجمده عن كده كمان هتديكي قوام كريم احلى من كده. كده فرمنا الكميه بتاعتنا كلها هي، وهنعمل بقى الايس كريم بتاعنا. سهله وبسيطه ومش هياخد في ايدك دقايق. يعني احنا طبعا المانجا لما بتيجي تفرميها ما بتحطيش عليها ميه خالص، افرموها بتلجها بس. طبعا انا جبت مصفى وجبت بوله ولازم اصفي المانجا بتاعتي. عايزه تعمليها كده على طول اعمليها انت وراحتك، عشان تاكليه زي اللي بيتباع بره بالظبط لازم تصفيه، بيبقى فيه الياف رفيعه كده في قلبها. المانجا كلها بيبقى فيها الياف كده، يعني لازما تصفيه. شفتوا طلعت عامله ازاي؟ عشان تاكليه زي اللي بيتباع بره في السوبر ماركت بالظبط كده. انا صفيت المانجا بتاعتنا كويس قوي كده. المانجا بتاعتنا اتصفت وبقت زي العسل اهي. شفتوا المانجا طلع منها ايه؟ عشان تاكل ايس كريم مظبوط زي بتاع بره لازم تصفيها كده. هنحط مكونين بس عشان نعمل الايس كريم بتاعنا، كريم شانتيه وسكر. انا حطيت على كل منجايه معلقه كريم شانتيه، يعني حطيت 6 معالق كريم شانتيه، وحطيت 6 معالق سكر. على كل منجايه معلقه سكر واحده. طبعا المانجا بتاعتنا مسكره اصلا. السكر ده بقى انت وراحتك. عايزاه مسكره قوي كتري السكر، يعني السكر ده حسب رغبتك انت. طبعا لو عندك مضرب يدوي ممكن تضربها بالمضرب اليدوي، بس هتاخد منك وقت شويه. انا عندي المضرب بينجز في الوقت بسرعه. لو ما عندكيش منه وعندك يدوي كده اعمليه باليدوي ده عادي، بس هياخد منك وقت شويه. لو المانجا معانا متلجه اكتر من كده هيديك قوام احلى. يعني ممكن بعد ما تحطي الكريم شانتيه والسكر ممكن تحطها في التلاجة شويه، في الفريزر تحطها في الفريزر شويه. هتيجي بقى تعملها بالمضرب هيديك قوام احلى. اضربها ضرب كويس قوي بالمضرب عشان تديني المطه اللي بتبقى في قلب الايس كريم الحلوه دي.
شفتوا بتمط معايا ازاي؟ طبعا لما يتحط في الفريزر هيبقى احلى من كده كمان. انا جايبه العلب دي جايبه تقريبا عمود كده طويل ب25 جنيه. علب تحفه قوي بصراحه. طبعا انا صبيتهم عملوا معايا 9 علب. اللهم صل على النبي، مانجا صافي وحاجه عاملينها على ايدينا وما فيهاش مواد حافظه. طبعا انا بوريكم ان هي لسه سايله شويه، هي مش خفيفه، هي ما بتبقاش خفيفه، هي بيبقى فيها مطه بس بسيطه كده. طبعا هحطها في الفريزر بتاع 5 6 ساعات على ما تجمد معانا، على ما الايس كريم بتاعنا يجمد معانا. انا دخلتها الفريزر وجمد معانا اهو. شفتوا الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، وريحته مانجا طبيعي، يعني تكليك كده ريحته مانجا مانجا. ممكن كمان لو اللون مش عاجبك في الوان طعام بتتباع برضك كده، ممكن تخلي اللون ده اصفر من كده. صوص الشوكولاته ده انا اللي عاملاه على ايديا في البيت هنا، مش جايباه يعني جاهز ولا حاجه. الطريقه بتاعته انا كنت منزلاه على القناه عندي، ان شاء الله احط لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مسافر. صوص الشوكولاته ده بيبقى لتزيين التورتات والجاتوهات والايس كريم، بيتحط عليه برضك صوص شوكولاته. عندك سوداني حطوا سوداني، اي حاجه انت حابه تحطيها على الايس كريم حطيه. شفتوا الجمال عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي، طالع تحفه وقمر قمر قمر، زي متابعين القمر اللي مش هيستخسروا فيها احلى لايك منه. حاجه طبيعيه ومعموله على ايدينا. شفتوا جماله عامل ازاي؟ من جماله بيتزحلق من على المعلقه لوحده. وصوص الشوكولاته تحفه. عندي الولاد ما استكفوش بحته الشوكولاته دي، بقوا ماسكينه من فوق غرقوه صوص شوكولاته خالص. لو عندك سوداني متكسر كده مبشور لحتت صغيره حطي برضك، اللي عندك حطيه. عندك بندق، عندك فستق، عندك عين جمل، اللي انت عايزه تحطيه على الايس كريم حطيه، كله ماشي وبيتاكل. شفتوا الجمال عامل ازاي؟ ان شاء الله نعمل معاكم ايس كريم باطعمه كتير. هنعمل معاكم بالشوكولاته وهنعمل معاكم بالحليب وبالفانيليا وبالفراوله، ان شاء الله هعمل معاكم بالاطعمه كلها. شفتوا الجمال؟ وطالع حاجه طبيعيه عاملينها على ايدينا وما فيهاش مواد حافظه وما فيهاش اي ضرر. ولو عندك منجيتين، لو عندك كيس فراوله مخزناه ممكن تعمليه بنفس الطريقه برضك. اي فاكهه عندك مخزناها في الفريزر ممكن تعمليها بنفس الطريقه، وهيطلع معاكي احلى ايس كريم وهتفرحي بيه ولادك. طبعا الجو حر ومحتاجين حاجات من دي كتير. اللهم صل على النبي. شفتوا الجمال عامل ازاي؟ كانت وصفتنا بسيطة النهاردة وسهلة وكده. يبقى فيديو النهاردة خلص، ويا رب يكون عجبكم. وما تنسوش ام بوسي في احلى لايك منكم واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. وباي باي.